ابو مدين قال لك عباره ثانيه، قال لك لا تدخل مع المغاربه في معركه في التاريخ فانها معركه خاسره. هذا القول نسبوا هذا التصريح لفلاديمير بيتكوفيتش. ما ادري من بيتكوفيتش هذا، اعتقد انه مسؤول في الفيفا او شيء من هذا القبيل. هذا الرجل طلع من المغرب، هذا واحد مدري شو، اعتقد انه من المسؤولين الكبار. قولوا لي انتم ما وظيفته، ما ادري هو في الاتحاد الافريقي ولا في الفيفا، الله اعلم. طلع قال المغرب مستعده تمام الاستعداد ستكون نسخه نادره من افريقيا. الجماعه يعني مرضوا تعبوا تعب كبير جدا. مدرب الجزائر نفسه اذا مدرب الجزائر ما دام يعني مدرب الجزائر لانه اجنبي داير النيه قال هكذا، وهم يقولون انه ما قال، ويقولون ان الصحافه المغربيه هي التي قولته. يا اخي الرجال قال، مستحيل المغرب يقولوا الواحد قال وما قال. ايش قال؟ لم يصرح به بيتكوفيتش. انا على كل حال الى ايتي كما يقولوا ميسيوني، لم يدلي باي تصريح منذ وصوله للاراضي المغربيه. هم قولوه في بعض المواقع المغربيه ما راضيين يعني، لان الرجل قال ستكون هناك بطوله ناجحه ونسخه نادره واحسن نسخه، والمغرب كفيله والمغرب متماسكه والمغرب مجاهزه وكل شيء. ما عجبهمش، الان يقول لك ما قالش. ايوه المغرضه على اساس انه قال اندهشت عندما رايت كل هذا هو يقولوا فيها، هو يقولوا فيه. انت مو تغلطوا، يقولوا فيه. يا لطيف المرض، يا لطيف الوجع، يا لطيف الهلوسه. انا عندما سميتهم هلوسه الا يهلوسون. الرجل سبحان الله قال اندهشت من الاستعدادات ومن الافتتاح الجميل وستكون نسخه نادره. قال لك ما قالش، يريدوا يقول انه ما قالش، لانه هذه الحقائق تؤلمهم. حتى لو جاءت لو يجي لهم صحابي جليل ويقول لهم المغرب هذه، يقول لك لا 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 لا، لانه هذه اشياء تنخر في نفوسهم وفي عقلياتهم، ما يقدروا يستطيعوا مثلا يتحملوها. ايوه لم يقل هذا الشيء، لم يدلي بهذه الصراحه. قال باللي اظن انه ستكون احسن نسخه لاكوب كان. وليها مروف يا اخي، قال ستكون احسن نسخه. طيب خلاص ليش انت مريض؟ فلاديمير بيتكوفيتش راه مصحوب بمناجير المنتخب الوطني الجزائري في قرعه كاس افريقيا. انا نقول للسي سعيد، نسالك سؤال يا حبيبي يا سعيد. اسمع يا حبيبي يا سعيد، ركز معي يا حبيبي يا سعيد. هذا المتحدث يا جماعه تحفه عجبني. يا سعيد اسمع يا حبيبي يا سعيد، انا ساسالك سؤالا مهما يا حبيبي يا سعيد، وانت يا حبيبي سعيد ركز جيدا يا حبيبي سعيد. بغيت نقول لك واحد الحاجه، اسمعوا. تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟ ما دخل ام بو مدين هنا، الله يرحمهم كلهم. تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟ حبيبي سعيد انت تحب ابو مدين ولا ما تحبوش؟ ما ادري يا اخي، اقحموا هذه الامور. تحبوا مدين انا ما دخل مدين وبا مدين هو خروب معنا يا اخي. ايش دخل ابو مدين وسعيد؟ ويسال سعيد بطريقه جميله ورا، تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟ شوفوا سعيد خليني ارجع لكم اللقطه. سؤال يا حبيبي يا سعيد، تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟ ما ادري الرجل تورط بالسؤال ولا لا. سعيد رد ولا صاحبنا رد. سعيد عدو بيفكر. سعيد بيفكر هو يحب ابو مدين ولا ما يحبوش. يا اخي حتى طريقه حوارهم اقسم لكم بالله العظيم يا جماعه، لو تشوفوا كم تقاطعوا مرات، وطريقه بدائيه وطريقه فيها كم كبير من الهلوسه. راح يسال على ابو مدين، تحب ابو مدين ولا ما تحبوش؟ وسعيد عدو فكر. خليني ارجع لكم اللقطه لاني لقطه حلوه عجبتني. احسن نسخه لاكوب كان. وفلاديمير بيتكوفيتش راهو مصحوب بمناجير المنتخب الوطني. يلا بالراحه اللي بعدها. انا نقول للسي سعيد، خلينا معك. نسالك سؤال يا حبيبي يا سعيد، تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟ هو مدين ايش في ابو مدين؟ ما لكم تتبلدوا لما تجي الحقائق. ابو مدين ايش في ابو مدين؟ ايش في ابو مدين؟ ابو مدين ماله؟ مصحوب بمناجير المنتخب الوطني الجزائري في قرعه كاس افريقيا. انا نقول للسي سعيد، نسالك سؤال يا حبيبي يا سعيد، تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟ هو مدين ظاهره ما تتعاودش. صح. ما قال لك شو ظاهره ولا مو ظاهره، ظاهره القمر والخسوف والكسوف. قال لك بتحبها ولا ما تحبوش؟ ما هذا وقال لك يا حبيبي يا سعيد والله يا اخي انه خساره فيك المقدمه عليك يا سعيد. يا حبيبي يا سعيد بغيت نسالك سؤال، بغيت نسقسط فيك، ما تقولوا نسقسطك نصفصكك ما ادري ايش يا اخي نلطمك، ما ادري ايش يقولوا نسال بالحقهم باللهجه. وقال لك انت تحبه ولا ما تحبه؟ قال لك فرحان سعيد تحب ابو مدين ولا ما تحبوش؟ ابو مدين ظاهره لن تتكرر. وما قال لك هو ظاهره ولا ما قال لك هو ظاهر، قال لك انت بتحبه؟ قل نعم احبه. ولو انه ما له دخل ابو مدين في الموضوع، ولو انه ما نش عارف ليش حشر ابو مدين في الاصل، وليش وما دخل انك تحب ابو مدين ولا ما تحبه، وش الداعي لهذيك الحركه تحب ابو مدين ولا ما تحبوش؟ يا اخي ادخل كما قال ابو مدين. هو الان سيستدل بالكلام على ابو مدين، بس انا يعني طريقه الكلام حقه ملهبل. تحب ابو مدين ولا ما تحبوش؟ وصاحبنا عدو ظاهره لن تتكرر. اي والله ما تتكرر من الحقد الذي كان فيه. طبعا لن يتكرر ذلك الرجل، حتى عم يدبون، حتى الكوبيدا ديالي يدبون، لن يصل الى مستوى ابو خروبه ابدا. ايوه خلينا نشوف ما علاقه ابو مدين في الموضوع. سؤال يا حبيبي يا سعيد، تحبوا مدين ولا ما تحبوش؟
بومدين ظاهره ما تعاودش. صحيح، الله بارك الله فيك. انا متفقين. بومدين قال سي ان فيزيونير. يا قد بنضرب بالفرنسيه، شوف قد انا فاهم فرنسي، لا تلعب علي، انا قد انا بغلب خمسي واعرف اغوش واعرف اطروا واغرف تطروا، اعرف ابوكم واعرف ماذا تريدون. ايش قال بومدين؟ ترجموا لي الكلمه دي، قالها بالانجليزي ابن الذين، قال كلمه بالانجليزي انا ما فهمتها على بومدين. ايش قال؟ قال احنا لا نشتم التاريخ. يا شيخ الله العبقره، يا لطيف وسي سعيد، يا حبيبي يا سعيد. قال بومدين نحن لا نشتم التاريخ. واعتقد انه ما قالها بومدين، انا يقطعوا يديها من هنا اذا بومدين قال هذه العباره. ابو مدين قال لك عباره ثانيه، قال لك لا تدخل مع المغاربه في معركه في التاريخ فانها معركه خاسره. حتى بتشتم كل شيء. ايوه وش بالمدين؟ احنا مع المغاربه، الشعب المغربي. اكيد. اي هذا الاسطوانه، هذا الاسطوانه ما تاكل عيش يا اخي، شوفوها لكم، هو سيرددها كثيرا يعني. هو مدين قال احنا ما عندنا مشكله مع المغرب، الشعب المغربي هذول حبايبنا وكل شيء، احنا عندنا مشكلتنا مع المخزن. يا اخي هذه تقال مع اي شعب الا الشعب المغربي، كم قد فهمناكم، كم قد قريناكم. هذه مساله انك تفصل الشعب عن المخزن او الشعب عن الحاكم تصلح في اي بلد الا في المغرب. يا اخي متى تفهموا جيرانكم؟ متى تفهموا يا مكلخين؟ متى تواجهوا الواقع وتعرفوا انه هذا الخطاب ما يصلحش مع المغرب؟ يا اخي يبدو شكلكم فيه هلوسه وكسكسه وبسبسه. يا اخي احنا ابو مدين قال شعب المغاربه حبايبنا، الشعب المغربي والله انك كذاب، قسما بالله حتى هذه انك كذاب. ابو مدين هذا اكثر واحد يكره كل ما هو مغربي، والقضيه ما كان يعني اكثر واحد عبأ الجزائريين على المغاربه هو هذا ابو مدين. وجاي يقول لك ابو مدين قال نحن لا نشتم التاريخ، نحن لا نعادي المغرب، الشعب المغربي حبايبنا، احنا مشكلتنا مع هؤلاء الملوك وهذا المخزن. وعلى اساس انه هنا يحاول ان يجمل نفسه شويه. انت تكره كل ما هو مغربي من الاخير، وكبيركم الذي علمكم هذا الخطاب والذي او يعني عمل لكم خطاب هذا انه عباكم بالهلوسه والوسوسه والكسكسه والبسبسه، هو عباكم على كل ما هو مغربي. من جاء هذا الحقد اللي في عمر هذا الرجل؟ من جاء من ايام ابو مدين. هذا ابو مدين قال لك يا الشعب المغربي، انا اقول لكم يا جزائريين والله يا اخي افهموا مني هذا ولو هذا، هذا الخطاب يصلح مع اي دوله في العالم الا المغرب.